السلام عليكم. مع النهارده اخر اخبار نادي الزمالك في السنه الاخيره، واخبار نادي الزمالك والاهلي وبعض من الاخبار الاهلي. اول خبر معانا من داخل النادي الاهلي ان اذاعه كينج سير الاسبانيه عرضها منتظران من ناديين سيلتا فيجو وختافي اسباني لضم مصطفى شوبير حارس منتخب مصر والنادي الاهلي. اسباني مصطفى شوبير بالاداء دوت بيقول لك كل العيون عليه، كل العيون على مصطفى شوبير من كاس العالم، من اول ماتش قدمه قدام بلجيكا لغايه اخر ماتش قدام ايران من ساعه ما صد ضربه الجزاء. كل العيون عليه من بالذات من الدوري الانجليزي ومن الدوري الاسباني. وبرده في جمهور في شويه شماتة. ليش شماتة؟ عشان ابوه. ابوه مش الاعلام اللي هو قد كده. وفي ناس كتير أوي بتكرهه في مصر يعني على الشق الإعلامي ومن ناحية الجماهير في الكورة. بس مش في ده. ده مستقبل مصر في حراسة المرمى، فلازم نكتشف موهبة عالمية إن شاء الله تبقى عالمية قدام في المستقبل. الخبر اللي بعد كده حمى أبو تريكة بين سبورت عايز مصر تلعب ميسي. عايز مصر تلاعب ميسي في دور 16. عاوزين نلعب ضد بطل العالم، هيكون تتويج للجيل ده من منتخب مصر. بالاخر كده محمد ابو تريكة بيقول يعني في القناه اللي هو عايز يلاعب ميسي او الارجنتين في دور ال 16. فاحنا ان شاء الله ربنا كرمنا ورزقنا كده وكسبنا استراليا، حتى لو كسبناها يا عم اكسترا تايم انا موافق. هنلاعب ميسي ممكن نكسب. ليه؟ الارجنتين مش زي 2022. في غلطات، في ثغرات قويه جدا ممكن تستغلها. وكمان انت عندك واحد زي ابراهيم حسن، اللي انت ابراهيم حسن مهاري. وعندهم ثغرات في خط الوسط وفي الدفاع. هما بس هجوميا قويين جدا. احنا لو قفلنا عليهم كويس هجوميا ممكن يتشلوا. مش يتشلوا في الملعب، يتشلوا هجوميا. فليه لا؟ الخبر اللي بعد كده الحسين عموتة دخل النادي ده برضه. الحسين عموتة أبلغ باحتياجات الاستمرار أحمد خالد كباقة اللي هو كان معار لسيراميكا مع الفريق الموسم المقبل. الأهلي أخطر زد يرفض طلب شراء اللاعب بناء على طلب المدير الفني. يعني ازاي اللاعب ده اتبنى عليه مشروع؟ لاعب جامد جدا، أثبت نفسه في كأس أفريقيا تحت 20 سنة، 23 سنة، تقريبا تحت 20 سنة. اللاعب ده أثبت نفسه هو محمد السيد في كأس الأمم الأفريقية تحت ال20 سنة. فيا ريت يعني الأهلي يستغلوا، منتخب مصر يستغلوا موهبته الكويسة والفنية كويسة. الخبر اللي بعد كده، الخبر ده مفاجأة من داخل نادي سيراميكا. من داخل نادي سيراميكا ايه بقى؟ مصدر يلا كورة. موسيماني البيتسو موسيماني الجمهور الأفريقي مرشح لقيادة سيراميكا كليوباترا. طبعا انت بتقول ازاي؟ ليه؟ هقول لك اول لا اقوم كده. او رقم واحد علي ماهر اقترب جدا جدا جدا، قول بنسبة 80% ان هو خلاص هيمضي في بيراميدز، هيبقى شغال في فترة اعداد اللي في تركيا. وموسيماني بيقترب بشدة ومرشح بقوة لسيراميكا. وبالنسبة لنا انت عايز مدرب مشروع ياخد لك الفريق، هات موسيماني. موسيماني يعني يتضمن. ده بص عملها مع الاهلي بس ولا حاجة. موسيماني في كاس مصر، في كاس السوبر، في الكونفدرالية هيسد معاك. في الدوري انسى، مكانش بيكسب دوري. هو كان اخره فاهم انت. موسيماني درب فيهم الزمالك خد فيهم الدوري. فموسيماني لو جه يعني بص، علي ماهر يروح بيراميدز. ليه؟ علي ماهر زي ما قلت في فيديوهاتي اللي فاتت، روح اتفرجوا عليها ان شاء الله، روح اتفرجوا عليها. ان هو الموسم اللي فات اللي انتهى دوت مع سيراميكا كان احسن نادي بيطلع بالكوره او على اللعب الارضي. يعني كان بيلعب احسن. لا، احسن فريق بيلعب في الارض مين؟ على الارض مين؟ مش طولي. لعب الارض اللي هي التيكي تاكا، تقسيم، بيلد اب. مين؟ هو نادي سيراميكا مع الكابتن علي ماهر. وكمان أندية دول مصر كلها بتدعم نادي زد قلت النهارده الصبح اللي هو عايز يجيب لاعب من نادي بانكوك في الدوري التايلاندي الدرجة التانية، لاعب استرالي. تخيل لاعب كويس جدا بقى، لاعب جناح ومهاجم، لاعب كويس جدا وخبرة. وكمان انت عندك بيراميدز بيجيب صفقات، والاهلي كمان لسه هيخش يولع في الصفقات.
وسيراميكا. ده انا يعتبر انا عايز مدرب بس زي جوزيه جوميز او جوالدو فيريرا. الاتنين دمت لو جم اسمع مني، لا مش هم اللي يجوا، اتنين زيهم، اتنين زيهم بس، ويبقى فريق كويس على الاقل بنافس. وان شاء الله فان شاء الله قبل ما نبدا الخبر عن المدرب البرتغالي او المرشح يعني، دوس لايك، دوس على الاشتراك، دوس على جرس التنبيهات، اعمل نسخ رابط، انشر الفيديو. وكمان يا جدعان اللايك مش اللايك ببلاش والاشتراك ببلاش، بس تمام برضه نسخ الرابط والشير. طب اقول لكم حاجه، انا عايز اوصل في اول يوم 5 من شهر 7 50 مشترك. يا عم 55 مشترك مش وحشين صح؟ يلا نبدا التحدي. نبدا الخبر بعد كده. كشف الإعلامي أحمد حسن نقله عن مصدر اتجاه الأقرب داخل نادي الزمالك حاليا هو التعاقد مع مدير فني مدرسة برتغالي لقيادة الفريق في الموسم المقبل. كمل معايا آخر الفيديو عشان أقول لك على اسم المدرب وأسلوب لعبه والأندية اللي دربه وآخر نادي دربه والراتب بتاعه وإنجازاته وبطولاته. والرغم والرغم متطلبات ومسؤول كثيرة الزمالك بقاء معطيات الجماهير تقارير كثيرة تكاد نزول إدوار مدير رياضي يرغب في التعاقد مع مدير أجنبي. والمدرب أجنبي عنده 53 سنة مواليد 72، عنده 53 سنة. جلسة بين إدارة الكورة والزمالك ومجلس الإدارة لحسم ملف المدرب. تعاقدت إدارة الكورة بنادي الزمالك جلسة مع إدارة النادي خلال 48 ساعة المقبلة مع اتفاق كافة التفاصيل الخاصة بفترة إعداد الفريق الموسم المقبل ونقاش المدير الفني الجديد. تمسك إدارة الكورة بالزمالك فكرة التعاقد مع مدير فني أجنبي للكرة الأبيض في الموسم المقبل خلافة المعطيات الجماهير مدير فني في الحالي الفريق. بالنسبة لنا تجيب مدير فني أجنبي بيعرف يلعب يعني النفس الطويل، يعني النفس الطويل، حاجة زي جوزيه جوميز وجوالدو فييرا، حاجة زيهم كده، مش نوك اوت. في مدرب انت في مدربين ترشحوا نوك اوت، بس أنا في المدربين المرشحين بقوة بتوع دوريات زي مين؟ عندك سبيستيان دي صبر، عندك مدرب البرتغال هكلمك عليه في اخر الفيديو. بس قبل ما نبدأ الخبر بعد كده حط لايك واشتراك، لايك هتنسى اللايك ماشي. طب نبدأ بالخبر اللي بعد كده. برضه اقول لكم تاني، اكتر مدربين مرشحين على ترابيزة نادي الزمالك هما مين؟ الاتنين دمت يعني قول كده بيعرفوا يلعبوا الدوريات والبطولات الطويلة زي الدوريات، كسبوا دوريات زي مين؟ عندك سباستيان دي صبر المدرب البرتغالي اللي اقول لكم عليه ان شاء الله في اخر الفيديو او اخر خبر بالفيديو يعني هختم بيه. خبر بعد كده الزمالك قرر الانتصار في المعسكر بالعاصمة الجديدة. قال المصدر بإدارة نادي الزمالك إن الفريق الأول قائد القادم سينتظم في معسكر إعداد بالعاصمة الجديدة لمدة تراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين، 15 يوم من الآخر يعني. في المرحلة الأولى لإعداد فريق الموسم المقبل، المقرر أن يخضع اللاعبين فحوصات طبية قياسية وبدنية تحت إشراف الجهاز الطبي قبل بدء فترة الإعداد. طبعا نادي الزمالك كان في كلام اللي هو يروح السعودية يروح الإمارات في شركة هتعمل له مش عارف ايه، وفي إعلانات هتتعمل في المعسكر. فنادي الزمالك قال أنا هستفاد بالكلام دوت، فقالوا لا مش هتاخد فلوس. احنا هناخد فلوس من طريقة منك. قام جه نادي الزمالك قال له شكرا، لا مش عايز يعمل معسكر بره، لو هستفاد منه ماشي، هستفاد منه لا. وكمان بقى ان شاء الله يعني 15 يوم دومت مثلا معاه زي سباستيان دي صبر او مدرب الملكة دوت. يا جدعان سباستيان دي صبر مدرب برتغالي مدرب فرنسي عالي مستوى، جمع فريم الاسماعيلي فهو نسخة الاسماعيلي، مدرب جامد قوي، لا مدرب تقيل. خبر بعد كده من داخل النادي الاهلي، ما يتردد عن تنازل تريزيجيه عن 300 ألف دولار وانتقاله للرياض السعودي الغير صحيح وإيراد المزايا في القائمة بين جميع الأطراف في انتظار التوصل لاتفاق نهائي وإتمام الصفقة. طبعا نادي الرياض السعودي أول لما عرض العرض المالي للنادي الأهلي وافق في ساعتها، ما اقترحش الفكرة أصلا على محمد حسن تريزيجيه، فهو اتضايق. لو أصلا الأهلي وافق على طول ما تلحش، فاهم انت؟ هو متضايق وزعلان جدا وهو اصلا عايز يروح الرياض، بس كان مستني الاهلي هو يتمسك فيه شويه. لا الاهلي قال له مع السلامه انت ليه؟ مين اكتر واحد بياخد راتب؟ تريزيجيه بزيزو اهو. اخر خبر معانا قبل ما
وقبل ما نعمل اي حاجه بعد اذنك اعمل لايك واشتراك وشير الفيديو. اللايك بيفرق في الفيديو جدا، والاشتراك بيخلي القناه تنتشر ويتوسع في اليوتيوب، وان شاء الله نبقى احسن قناه ونوصل 55 مشترك قبل يوم 5/7. المدرب البرتغالي ريكاردو ساو بينتو معروف خطأ بريكاردو بينتو، هو مدرب كرة قدم محترف يتولى حاليا تدريب نادي بافوس الكوبراسي براتب غير معلن رسميا، ويفضل خطة لعب 4-2-3-1. لم يرتبط بتدريب نادي الزمالك مؤخرا. ليه لم يرتبط؟ ده بحث قديم انا عملته قبل لما يجي، كنت هرشحه اصلا بس نادي الزمالك يعني فيها اخبار طلعت اللي هو اسمه مرتبط. تاريخ الميلاد 10 أكتوبر 1972، العمر 53 سنة. أبرز إنجازاته قاد ستاندر ليج تحقيق وصافي الدوري البلجيكي وكأس بلجيكا، وحقق لقب رجالة، وحقق لقب بالدوري البلجيكي، وحقق لقب الدوري القبرصي مع بافوس. آخر نادي دربه استقلال طهران الإيراني في موسم 2025-26 قبل الانتقال لتدريب بافوس في إبريل 2026. أسلوب وطريقة اللعب، وده اللي يهمني أحسن المسيرة. أسلوب وطريقة اللعب الرسم التكتيكي يعتمد بشكل أساسي على أسلوب تكتيكي منضبط يرتكز على التنظيم الدفاعي قوي بخطة 4-3-1 أو 4-3-1 يعني نفس التشكيلة اللي فات. سباستيان دي صابر كان 4-2-3-1 أو 4-3-3 الهجومية، والاتنين خلي بالكوا صارمين من الناحية التكتيكية وذو شخصية قوية وجذابة للاعبين. كمان سباستيان دي صابر حاجة عالية أوي تكتيكية. المهم تعمل تحسن التحولات، يركز على إغلاق المساحات أمام الخصم والاعتماد على خط الوسط القوي، لاعب ارتكاز الدفاع والانتقال السريع العمودي نحو الهجوم. يعني بيعرف يعني بيحب يطلع بالكورة جدا من العمودي، يعني بيعرف يطلع من العمق. الحد والشخصية يقرب بأسلوب الحماس الضغط العالي والاندفاع البدني الاندفاع البدني للعيبة، ويخلق طابع تنافسي شرس الفرق التي يدربها. الأندية اللي يدربها سبورتنج لشبونة البرتغالي أول نادي دربه. بعد كده النجم الأحمر الصربي، بس رجالة النجم الأحمر الصربي أو في كريت التروماس بلين SES اليونان والبرتغال، الفتح السعودي ستاندر ليج البلجيكي، ليجو أورسو البولندي، سبورتنج براغا حلو برتغالي، أندية كلها أندية برتغالية. فوسكو دي جاما البرازيلي، ده نادي خفيف مشهور في البرازيل ومعروف جدا وقوي جدا. غازي عنتاب التركي، مورينيسي استقلال طهران، أبويل نيوكاسل، الرجاء البيضاوي، بوفيس القبرصي. وده كان السي في وطريقة اللعب وأهم إنجازاته. ودي كانت آخر أخبارنا لحد كده. وقبل ما يطلع قبل ما تطلع من الفيديو صلي على النبي، اكتب رأيك في التعليقات والأخبار اللي أنا قلتها، واكتب رأيك فيا في التعليقات، وحط لايك ودوس على الاشتراك، وانشر الفيديو وانسخ الرابط، وسلام.